لو انت ماشي في الطريق وشفت بقرة واقفة على السطح، ساعتها ممكن تفكر انك تتكلم عن الحاجة الغريبة دي، وده هيكون عن طريق البلوجينج. بلوجينج يعني ايه يا مس ندى؟ يعني التدوين. ايه التدوين؟ ايه البلوجينج ده يا مس ندى؟ ده موقع الكتروني هتكتب عليه ايه الحاجة الغريبة اللي انت شفتها دي. هتستخدم فيها الكلمات اللي انا هقولك عليها ديت. هتستخدم ايام، هتستخدم اكس، هتستخدم نايس، هتستخدم wonderful، هتستخدم كل الصفات الجميلة أو القبيحة اللي انت عاوز توصف بيها الحاجة اللي انت شفتها. كلامك هيبقى موجه لمين؟ لمحمود وياسين وعلي وآسر ومنى ويوستينا، للناس كلها اللي مهتمية بالبلوجينج. هتستخدم ايموشن، في ضحك وفي سخرية وفي هزار. كمان هتتكلم عن البقرة اللي انت شفتها فوق السطح، وهتستنتج هي طلعت فوق السطح ازاي، وهتطلب كمان منهم ان هم يستنتجوا يا ترى هي طلعت فوق السطح ازاي. طلعت على السلالم ولا بالونش، ولا طلعت بالهليكوبتر، ولا طلعت ازاي. وبعد كده هتبتدي تكتب بقى الكلام اللي انت عاوز تتكلمه بالانجليش. هتبتدي بالتاريخ وتقول مثلا اي تاريخ. انا هنا كتبت Monday 3 March، وبعدين كتبت السبجكت العنوان cow on the roof، بقرة على السطح. وبعدين قلت هاي my name is ندى، اسمي يكون ندى. I like blogging، بعرفهم ان انا بحب التدوين about different things، عن الاشياء المختلفة. وبعدين اقول لهم I am writing about a strange sight، انا اكلمكم عن منظر غريب. I saw a cow on the roof، انا رأيت بقرة على السطح. It was a wonderful sight. It was a wonderful sight. أنا كلامي موجه للناس كلها اللي بتقرأ المدونة. It was funny. It was funny، إنه كان ممتع. إيه اللي ممتع؟ to see it، أن ترى ذلك أو أن ترى هذا. بعد كده هتكلم بقى عن رأيي وأقول I think، أنا بعتقد the cow climbed on the roof with a winch، يعني أنا بعتقد إن البقرة طلعت فوق السطح عن طريق الونش. طيب وابتدي بقى أسألهم عن رأيهم. What do you think؟ What do you think of it؟ انتوا بتعتقدوا ايه بقى؟ ما كل واحد فيكم يقول لي رأيه. Do you like it؟ انتوا حبيتوا الكلام عن البقرة اللي كانت فوق؟ لكن بقى يا صديقي، الإيميل ده مسج مبعوثة from person to another person، مبعوثة من شخص لتاني لواحد تاني، مش مبعوثة لكل الناس اللي احنا كنا قلنا عليهم. دي مبعوثة من حد لحد معين. بتكلم فيها عن موضوع معين، زي ما أكون عايزة أتكلم مثلا مع صديقي عن الحيوان المفضل بتاعي، اللي هو مثلا الأسد. هبتدي أعرض معلومات عن الأسد، بياكل ايه وبيعيش فين. هبتدي بجملة افتتاحية وهنتهي بجملة ختامية، زي المثال اللي أنا هقولك عليه. to أسماء from ياسمين، رسالة favorite animal. وبعدين هبتدي أقول لأسماء هاي أسماء، ازيك يا أسماء. وأقول جملة افتتاحية how are things، الدنيا معاكي عاملة. بعد ما قلت الجملة الافتتاحية how are things، الدنيا معاك عاملة ايه، هبتدي أقول له I want to tell you about my favorite animal، أنا كنت عايزة أقول لك عن الحيوان المفضل بتاعي. It is the lion، ده الأسد. It eats meat، بياكل لحمة. It lives in the jungle، بيعيش في الغابة. It is brown، إنه يكون بني. It is a big animal، إنه يكون حيوان ضخم. It is very strong، إنه يكون قوي جدا. بس بقى my sister doesn't like it، أختي بقى مش بتحبه. She thinks، هي بتعتقد it is a scary animal، إن هو حيوان مخيف. وبعدين أقول له جملة ختامية بقى see you soon، أراك قريبا. yours اللي بعد from اللي هي ياسمين.